الحمد لله الذي شرف القلوب بأنوار كتابه، وجعل أفئدة التائبين تهوي إلى محراب آياته، ورفع منارات الهداية بصوره وكلماته. في طبعتها 9 احتضن دار الشباب محند رزق بوعنداس احتفال خاص بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم الذي نظمته المدرسة القرآنية الشيخ محمد بوسليماني التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، والتي شاركت فيها عدة بلديات من بوعنداس، موكلان وخراطة، بحضور الأئمة، السلطات المحلية والأمنية، أولياء المتسابقين وفعاليات أخرى، حيث جاء اليوم لتنظيم حفل على شرفهم وتكريمهم نظير المجهودات التي بذلوها في حفظ كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أكرم بقول أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أنتم خلف الشاشات أصدقاء تتصافحون، وتحت الطاولات على إبادتنا توقعون. نحن جد سعداء هذا اليوم الطيب المبارك في 10 الأواخر من شهر رمضان، وفي أيام النصر، وفي شهر الشهداء، أن نحتفي ونسعد بأبناء المنطقة بوعنداس، موكلان، خراطة، لأنهم اجتهدوا وسعوا وكانوا مجدين في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فاليوم نكرمهم في مسابقة رمضان لإرشاد الإصلاح في طبعتها 9 بعد دورين، دور الأول والدور الثاني، فهم الآن جديرين بهذا الاستحقاق تكريمي في هذا اليوم المبارك، فنقول لهم أهلا وسهلا ونشكرهم شكر جزيل الشكر. كما يعتبر هذا النشاط هو نشاط تتويجي لمجموعة من الأنشطة قامت بها جمعية إرشاد الإصلاح مكتب بوعنداس، فهناك عدة أنشطة، فتوجت هذه الأنشطة بهذا الحفل وبهذا الحفل الكريم على شرف أبنائنا بحضور جميع السلطات المحلية والمجتمع المدني والأولياء والأئمة. فنحن جد فخورون بهذا الإنجاز، لأننا نكرم أهل القرآن الكريم، نكرم الفئة التي اختارت أن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون أمل هذه الأمة وأمل فلسطين وغزة والجزائر. بارك الله فيكم. شكرا. اسمي لينا عرعرة، أنا مشاركة في مسابقة القرآنية بطبعتها 9، وأنا طالبة أدرس في المدرسة القرآنية محمد بوسليماني بوعنداس. أشكر المدرسة القرآنية على إقامتها لهذه المسابقة التي ساعدتني على حفظ القرآن الجديد ومراجعة القديم منه. القائمين على هذه المسابقة من الأساتذة الكرام إلى المدير. أنا طالبة قصابري تاج تقوى، جئت من مسجد عقبة بن نافع، بلدية بسلام، قرية أسلوف. نشكر كل القائمين على هذا الحفل الكريم، ونسأل الله التوفيق والسداد وحفظ كتاب الله والعمل به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.